فأقول له إيه؟ فحرك راسه وقال: هي ظهرت لك؟ عقدت حاجبي فقال: ما أنا اللي كنت بعدي في المنطقة دي بصحي الناس، بس ظهرت لي قبل كده، وأنا من ساعتها وأنا قررت مش هعدي من هناك تاني. بلعت ريقي وحاولت آخد نفسي قبل ما أسأل: هي مين دي؟ بص على الأرض كأنه بيفتكر، وبعدين قال: لما حصل معايا نفس اللي حصل معاك سألت عن العمارة دي، سألت الناس اللي عايشة من زمان في نطاق المنطقة دي وعرفت قصتها. اديته اهتمامي فقال: عرفت إن البنت دي كانت عايشة مع والدها ووالدتها وأخوها الكبير. طبعا زي أي عيلة مصرية كان بيبقى صعب يصحوا يتسحروا بسبب الشغل وخلافه، والبنت اللي كان اسمها سما قررت تتولى المهمة دي من نفسها، هتصحى توضب السحور وتصحيهم يتسحروا. قالت في بداية رمضان للمسحراتي وهي بتلعب في الشارع يبقى يعدي ناحية عمارتهم لأنها معزولة زي ما أخدت بالك، ويقول لها: اصحي يا سما. وعدها إنه هيعمل كده، وفعلا اعتمدت عليه اعتماد تام. بس في يوم اتنهد وبعدين كمل: بس بما إنها عمارة معزولة وما كانش لسه في مباني في طريقها كتير زي دلوقتي، فكان المسحراتي بيستسهل طريق تاني، فأيام يعدي وأيام لأ، فكانت ساعات تحاول تصحى من نفسها في الأيام اللي مش بيعدي فيها وتفكره لما يجي: قول اصحي يا سما، عشان يفتكر يعدي اليوم اللي بعده. بس في يوم زي أيام كتير المسحراتي معداش عشان تصحى على صوت حشرجة شديدة. بصت في الساعة يدوب تلحق تحضر السحور وتصحيهم. سمعت صوت الحشرجة مرة تانية فراحت ناحيته، أوضة أخوه.